قرية الغرقانة هي عبارة عن قرية تجمع صيادين، قرية صيادين شمال شرم الشيخ بحوالي 35 كيلو 40 كيلو على شاطئ خليج العقبة، وهي التجمع البدوي الوحيد اللي على البحر في المنطقة دي. بعد كده مفيش تجمعات إلا ناحية دهب ونويبع. الناس دي عيشتها على الصيد، في ناس اتجهت للمجال شغل في السياحة وكده، بس برضه يعني لا زال الأغلبية للصيد. البدو بطبعهم رحل لأنهم رعاة. دلوقتي بقى قل موضوع الرعاة، خاصة كمان الناس اللي هي إيه بتبقى مش على الصيد. زائد دلوقتي بقت الدولة عملت مدارس فبقى بيعلموا عيالهم، يعني الحركة بقت عشان التعليم أكتر. وبيجي في فترة إجازة المدارس يقضي فترة الصيف على البحر، لأن هو حتى في الشتاء ما بينقطعش عن الأماكن، لأنه بيصطاد في الشتاء وصيف، بس بيبقى في الصيف ساكن أكتر قاعد. سمت بالغرقانة لأنها كل سنة البحر بيطلع فبيغرق جزء من المنطقة، بيعزل الناس اللي ساكنين ناحية الشط، بيبقى عبارة عن بحيرة سموها الغرقانة، فضلت على الاسم ده. دي طبيعة، الطبيعة دي صنع الخالق، ما تقدرش تعملها أنت كبني آدم. يعني مش هقدر أعمل شعاب مرجانية ولا أعمل جبل ولا أعمل منجروف. طبعا الناس بتأثر على الطبيعة سواء في البحر أو البر، الا في حاله في ارشاد. ناس دايما بتاخد بالها من الوافد على المنطقه دي عشان نحافظ عليها، لان الوافد اصلا زي غريب عن المنطقه، مش عارف ايه اللي يضرها ايه اللي ينفعها، فيجب انا اللي اقدر عليك اني احافظ عليها، ما حدش يكسرها ولا حد يبوظها. برضه لهذا الدوله عملت محميه نبع للحفاظ على الجزء ده، لانه جزء نادر، وده احد الحاجات المهمه للجذب السياحي عندنا. الطبيعه، يعني السايح ما بيجيش عشان انا عندي فندق 5 نجوم، لا، السايح بيجي عشان انا عندي طبيعه مش موجوده في اي حته.